عارفين إن أسبوع الآلام كان بيجي مرة واحدة بس كل 33 سنة؟ زمان كان أسبوع الآلام بيجي مرة واحدة بس كل 33 سنة، وكان منفصل تماما عن صوم الأربعين المقدسة، وكل حاجة منهم بتيجي لوحدها. وكان صوم الأربعين المقدسة بيجي كل سنة، وكان دايما بيبتدي تاني يوم عيد الغطاس، لحد ما جه البابا ديمتريوس الكرام، البابا رقم 12، ولاحظ إن في ناس كتير قوي بتتولد وتعيش وتموت وما بتحضرش أسبوع الآلام خالص. وبعد محاولات كتير اخترع البابا ديمتريوس الكرام حاجة اسمها التقويم الأباقتي، وببساطة شديدة جدا التقويم الأباقتي ده عبارة عن شوية حسابات فلكية بنقدر من خلالها نحسب عيد الفصح اليهودي هيجي امتى كل سنة، وبكده نقدر نعرف أسبوع الآلام وعيد القيامة هيكون ميعادهم امتى كل سنة. ومن ساعتها قرر البابا ديمتريوس الكرام ان اسبوع الآلام وعيد القيامة يكونوا كل سنة، علشان كل الناس تقدر تاخد بركة الأيام المقدسة دي. وانت كمان لو في أي حاجة تعباك ومخلياك